بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى هعمل معاكم شويه فول جمال جدا من الالف للياء، وهدمسه معاكم بكل سهوله، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم كمان علشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. فان شاء الله هنعمل مع بعض الفول المدمس خطوه بخطوه، هتشوفوا جماله وحلاوته كمان وقد ايه جميل. وكمان دي النتيجه بقى بتاعته اهيت، يعني ده الطبق النهائي بتاعه. هنشوفه ازاي عملناه وبكل خطواته وتركاته. نكمل مع بعض الفيديو للاخر علشان نعرف الخطوات. ولو كنت اول مره تشوفيني، انا اسمي شيماء ودي قناتي. وايه يا لولي؟ ما تنسوش ايه؟ واللايك والمتابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هدمس معاكم الفول بطريقه سهله وبسيطه جدا، وكمان هيوفر عليك ان انت تشتري من بره او تشتري معلب. هتعملي في البيت حاجه بيتي كده جميله نظيفه لذيذه. وانا واثقه لو جربتيه مره ونجح معاكي ان شاء الله وهينجح معاكي بنفس خطواتي. مش هتبطلي تعمليه. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي شيماء ودي قناتي. ما تنسيش بقى الاشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي انا عندي المكونات بتاعتي هنا. عندي ده نص كيلو فول مدمس، طبعا انا نقعته ليله كامله، ضروري جدا ان انا انقعه، وعلشان حباته تطرى معاكي وتكبر كده بالشكل دوت، علشان كمان ما ياخدش وقت كبير في السوا. وهنا عندي يعتبر جزرتين بشرهم بالشكل ده، وطماطمايه مقطعه مكعبات كده، وكوبايه صغيره من العدس الاصفر ده. طبعا كل المكونات دي انا هحطها في الحله على البوتاجاز مع لتر من الميه. وطبعا لو الميه نقصت انا بزودها ميه سخنه، ما تكونش ميه ساقعه عشان تسهل عليكي عمليه السوا. ولو انت عندك فواله طبعا بمناسبه جدا، ما عندكيش مفيش حاجه هتقف قصادنا، انا بعمله في الحله وبيطلع تمام واحلى من المطعم بمراحل. ودلوقتي هي الميه بتاعتي، طبعا هحط فيها الفول، وكمان هحط الجزر بالطماطم، هحط العدس بتاعي، وهنسويه مع بعض بالخطوات المهم نفس الخطوات اللي هقولك عليها. وهحطه على البوتاجاز، واول ما يبتدي يغلي انا هواري بالحله بمربى بسيطه كده عشان ما يفرش مني، بس كده. ودلوقتي بعد ما بقى معايا كده بالمنظر دوت هواربها كده بس علشان خاطر ما تفرش ايه معايا. وكمان اوطي عليها جدا 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 زي الشمعة بالظبط، واسيبه بقى ايه مع نفسه كده، بس لو الميه قلت انا هزودها. ودلوقتي بعد ما قعد برده شويه، طبعا لسه بدري عليه خالص، برده استمر في ان انا بقى ايه موطيه عليه خالص، واسيبه يغلي بقى براحته عشان ايه الحبايه تستوي كده وتبقى دايبه. حاجه كده بجد، يعني احلى احلى حبه فول ممكن تاكليها. ودلوقتي خلاص الفول اهو خلاص دخل معايا في السوا زي ما انتي شايفه، زي الجاهز بالظبط، واحلى حاجه ضمناها عاملاها في البيت. يعني ان شاء الله تجربي الطريقه وتعملي كده احلى شويه فول، وخصوصا بقى في رمضان بقى السحور والجو ده، فحاجه بجد جميله جدا. كل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي خلاص ما شاء الله، بصي يعني زبده بقى جميل جدا، بصي شكله. ودلوقتي بقى هعمل معاكم احلى طبق فول بقى. طبعا بقى زي ما انت عايزه، فول ببيض بقى، فول بطحينه، فول بالسمنه البلدي، اللي انت عايزاه كله هيبقى جميل جدا. يعني ما شاء الله خد بالظبط كمان، خد بالظبط 4 ساعات. طبعا بقى حبشه بقى بالطريقه بقى اللي احنا عايزينها. الملح بتاعي، وكمان شويه كمون، تمام كده. وكمان ما ننساش بقى عصره الليمون بقى بتاعت الفول الجميل قوي ده. واقلبه برده كويس. والطحينه بقى اللي احنا عاملينها مع بعض، دي الطحينه اللي انا عاملاها معاكم. بصوا ما شاء الله، كمان زي ما قلت لك ان هي كل ما بتقعد كل ما قوامها بيتخن، وبتبقى يعني حاجه كده جميله.
تخيلي بقى انت دلوقتي لو انت جبت الطبق الفول دوت من بره هجيبه بكام؟ يعني شويه دول بس هيبقوا بكام؟ والله يعني بجد يعني ربنا يسهل ويسترها يا رب ويصلح الحال يا رب. خلصت طبق الفول بتاعي، احلى طبق فول. الزيت بقى الجميل بتاعي، طبعا الزيت غالي خلي بالنا يا جماعه، بس يعني الزيت ده اهم خطوه في طبق الفول بصراحه. خلصت معاكم طبق الفول الجميل ده. وبكده انا خلصت معاكم الطبق. بصي يعني ما شاء الله الطبق جميل جدا. عايز العيش بقى وبتنجان مخلل بقى وكلي بقى وبألف هنا وشفا، وان شاء الله الطريقه تكون عجبتكم. وما تنسونيش باللايك والاشتراك وكمان الكومنت لو في اي كومنت بالنسبه لكم. يا رب الوصفه تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها وتعجبكم.